هذه الإعادة يا السادة. ميشيل ريتشار تدخل للحارس مارتشيلو كروي، والصافرة القطرية تؤشر على ضربة جزاء للزعيم الهلالي. سافيتش ميلينكوفيتش على الكرة، حتما سيعود إلى الفيديو إلى الحكم أحمد العلي. هذه الإعادة، الترويض من ميشيل ريتشار، حضور لزكريا هوساوي، وتدخل الحارس مارتشيلو كروي. هل يتراجع عبد الرحمن الجاسم في قرار ضربة الجزاء؟ ننتظر حكم الفيديو. لحظات بكل تأكيد موجعة على الجماهير الهلالية، لأنه هدف لصفر، ليس هدفين لصفر. الكل في حالة انتظار. احتجاج كبير من لاعبي الاتحاد على قرار الصافرة القطرية لعبد الرحمن الجاسم. على الانذار احمد بن مسعود ينال الورقة الصفراء. ما هو القرار النهائي مع نهاية الشوط الأول؟ يبقى التوقيت للحكم القطري. إذا ضربة جزاء يؤكدها الحكم القطري. منعرج كبير للمباراة، قمة النار في انتظار الركلة. سافيتش ميلينكوفيتش أو مالكم، لا، سالم الدوسري. سالم الدوسري الاختصاصي رقم 1 نمبر 1 لفريق الهلال في ركلات الجزاء، وجه لوجه مع مارتشيلو كروي. يتقدم سالم، تركيز كل جانب الحارس كروي وسالم الدوسري. الهلال من اجل مضاعفة النتيجة. لمن ستكون الكلمة؟ لحظات وتأتي الإجابة. يتقدم، يمشي سالم الدوسري. جول 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 جول! الهدف الثاني لنادي الهلال. قلت